السلام عليكم. انا جاي اكلمكم النهارده عن ماتش الاهلي وبيراميدز. يعني هقول كام كلمه كده بسرعه عن الماتش، وتحليل بسيط عن اللي حصل النهارده في الماتش. طبعا بدايه من التشكيل الغريب اللي بدأ بيه كولر، اللي كان فيه خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وفخري وطاهر محمد طاهر. طبعا بمستوى اللعيبه كلها. الطريقه بتاعت اللعبه ما اختلفتش، اللي هي 4-3-3 بتاعتنا. كان فيه كلام كتير قوي على الفرقة. النهاردة لعبوا بأسلوب ما كانش حلو جدا. كل الفرقة كانت في حاجة غريبة كده، تحس ان النهاردة كان في حاجة غريبة في الماتش. طبعا الكلام ده كله كان بعد ماتش الزمالك. احنا كده كده كنا داخلين ماتش الزمالك وفايزين بالدوري، فاللعيبة لعبت ماتش الزمالك اللي هو طبعا مش هنخسر من الزمالك، ونلعب على قد المستوى، ونلعب على روح الفانيلا الحمراء. بعد كده في ماتش مقاولين ما كانتش الدنيا قد كده، بس كسبنا الحمد لله والماتش عدى. جت بقى في ماتش حرس الحدود اللي هو الماتش اللي فات، ما كانتش احسن حاجة بقى، وحصل اول تعادل. وبعد كده طبعا النهارده ماتش بيراميدز اللي هو انا مستغرب طبعا من كل حاجه كولر عملها النهارده. تحس ان كولر النهارده كان مغرور او اتغر، فالروتيشن زاد عن حده في ماتش زي ماتش بيراميدز اللي هي اقوى فرقه تعتبر بتنافسك السنه دي في الدوري. استهونت بالفرقه جامد. اول مره فعلا حرفيا من ساعه ماتش سان داونز اشوف كولر ما يقراش الفرقه اللي قدامه ويلعب على طريقته هو. يعني دايما بحس ان كولر ميزته ان هو بيقرا الفرقه اللي قدامه. حتى في ماتش الزمالك كان قاري اوزوريو بيلعب ازاي ولعب على غلطات اوزوريو. النهارده لعب بالطريقه العاديه بتاعته وما فكرش بيراميدز هيلعب ازاي، بدليل وجود مثلا واحد زي كريم الدبيس اللي كان بيلعب على جبهه مصطفى فتحي والشيبي، اللي هي جبهه اصلا اقوى جبهه في بيراميدز. أثرت جامد جدا علينا، وكانت أغلبية الهجمات بتروح من عليها، وكانوا عاملين تعب جدا للناحية دي. الخطوط كلها بقى في الماتش كانت بعيدة عن بعض تماما. يعني عندك الدفاع بعيد عن الوسط بعيد عن الوينجات والمهاجم. ما كانش فيه التكمله بقى اللي هي بتكمل من نص الملعب. يمكن اكتر واحد كان بيحاول النهارده كان قفشه. عندك واحد زي مروان عطيه النهارده كان بره مستواه تماما. فخري اللي على مستواه ما حد، يعني مفيش اهلاوي اصلا فاهم هو بيلعب ليه لحد دلوقتي في الاهلي. وبوجود ناس زي كوكا مثلا مستواه اعلى منه كذا بكتير. طبعا النهارده يعني معلول قاعد على الدكه، بيرسي تاو بره القايمه، حسين الشحات على الدكه، كهربا بره القايمه. يعني فكان في حاجات غريبه قوي في التشكيل بتاع كولر اللي بدأ بيه الماتش. طبعا يعني في حاجات مثلا عايز اتكلم عليها، زي مثلا محمد الشناوي. مستوى محمد الشناوي النهارده عليه مليون علامة استفهام. هل ده بسبب عرض النصر السعودي؟ ما محدش يعرف. محمد عبد المنعم والنرفزة اللي بتحصل كالعادة، وما كانش في ما كانش مركز طبعا في الماتش، كان بيغلط غلطات كتيرة غريبة، وما كانش محمد عبد المنعم اللي احنا عارفينه. مروان عطية كان بعيد طبعا. الله يعني الله يكون في عونه. طبعا ممكن يكون بسبب حالة الوفاة بتاعت والده وربنا يرحمه. فما كانش في مستواه. فخري مش هقدر اتكلم عليه لان بجد مفيش اهلاوي يعني هيبقى عارف هو فخري بيلعب ليه. انا لحد دلوقتي مش عارف وما شفتش حاجه كويسه من فخري تخليه يبقى في ملعب في الفرقه بتاعه الاهلي يعني. طاهر محمد طاهر وكالعاده يعني اللي هو الحاجات الغريبه اللي بيعملها في الماتش. يمكن لما عبد القادر نزل الشوط الثاني وحسين الشحات نزل الشوط الثاني الماتش اتغير شويه. الشوط الثاني كنا احسن كتير جدا، والخطوط قربت من بعض شويه، وقفشه ابتدى يخش. بينزل رقم 10 كتير، يعني بيغير من مكانه بينزل رقم 10 كتير. بس طبعا كان بعد ما اوان فات هم راحوا بهجمه واحده الشوط التاني، اللي هي كان الجون. طبعا الجون التاني اللي دخل فينا اللي هو بتاع فخري لقاي. فكان في حاجات كتيره جدا حصلت من كولر النهارده، يعني لازم يتسأل عليها، ولازم نشوف ايه اللي حصل في المشكله اللي كولر عملها النهارده في الماتش. لان كان الاهلي النهارده يعني كل اللعيبه كانت تحس ان هي مستهونه بالماتش. في حاجه غريبه حصلت، ما اللعيبه مش مركزه خالص تماما. اللعيبه ممكن تكون عايزه تريح فعلا، لان خلاص الموسم احنا لاعبين ماتشات حوالي 61 ماتش تقريبا السنه دي. يمكن ماتشات كتيره جدا جدا جدا. كان المفروض ان كولر يريح اللعيبه. ما دام خلاص هتلعب العب بالاحتياطي بقى، مش نص الفرقه اساسي والنص احتياطي وتلعب ماتش الحرس. انت لاعب ماتش الحرس بالاساسي ولاعب ماتش البيراميدز بالاحتياطي. فكولر النهارده يتسأل مليون سؤال. طبعا يعني الاهلي مثلا النهارده يعني كان بعد 33 فوز في الدوري،
دي اول هزيمه، اللي هي بعد مثلا كانت تقريبا بعد 330 يوم، اللي هو يعني داخلين في سنه 11 شهر تقريبا بالظبط الاهلي ما خسرش ولا ماتش في الدوري. دي الخساره الاولى بعد ماتش سان داونز، دي الخساره الخامسه لكولر بعد الهلال السوداني وريال مدريد وفلامينجو وسان داونز. فيعني في ارقام سلبيه كتير قوي النهارده حصلت في ماتش الاهلي. انا بس كنت حبيت افضفض معاكم كده، ولو حد عنده رأي او عايز يتكلم في الماتش شوية ممكن يبقى يكتب لي في الكومنتات ونرد على بعض يعني. شكرا. سلام.